لو انت بتعاني من الدهون اللي على الكبد والموضوع ده عامل لك مشكله وبيخليك تفكر كتير، عايز اقول لك ان في الفيديو ده مش هتطلع منه غير وانت عارف ازاي تتخلص من دهون الكبد. ان شاء الله تتخلص من دهون الكبد في اسرع وقت ممكن، عشان دي ممكن تعمل مشاكل كتير من ضمنها واهمها السكر. ففي الفيديو ده هقول لك على الاسباب وازاي نحل المشكله دي، وايه هو افضل بروتوكول تقدر تتبعه يخلصك من المشكله دي في اسرع وقت ممكن. الاسباب هم 3 اسباب رئيسيين. واحد هو عدم ضبط سكر الدم، ارتفاع ونزول مستوى سكر الدم بشكل غير عادي، وده بيحصل بسبب اكلك للكربوهيدرات والزيوت والسكر بطريقه مبالغ فيها جدا. ثاني حاجه الالتهابات في الجسم، وطبيعي جدا الالتهابات تزيد في الجسم بسبب انك مش بتاكل اكل صحي. رقم 3 شرب الكحوليات، وطالما عرفنا السبب يبقى ان شاء الله هنلاقي الحل. اول حاجه محتاج تلتزم بنظام غذائي مناسب ليك، وده هتعرفه في البروتوكول. ثاني حاجه محتاج انك تقلل الالتهابات من جسمك، وده برضه هتعرفه في البروتوكول لاني هقول لك على حاجات تساعدك انك تقلل الالتهابات. ثالث حاجه طبعا لو بتشرب كحوليات وقف كحوليات تماما تماما تماما. نيجي على البروتوكول اللي هيساعدك انك تتخلص من الموضوع ده بشكل اسرع. رقم 1 هتعمل نظام غذائي وهيكون صيام متقطع. النظام الغذائي بتاعك هيكون كربوهيدرات قليل، والبروتين لازم يكون حيواني مش نباتي، لان البروتين حيواني جودته افضل. وفي نفس الوقت انا هاكل بروتين حيواني لان مش هينفع اكل بروتين نباتي، عشان البروتين النباتي بيكون فيه نسبه كربوهيدرات عاليه، وانت اصلا نسبه الكرب عندك هتكون قليله، قد تكون شبه معدومه. طبعا كل حاجه بحسابات. البروتين الحيواني الخاص بك هيكون من الاتي: لحمه بقري، كبده، سمك، سردين، سلمون، فراخ. اختار حاجه من الحاجات دي خليها في نظامك الغذائي. طبعا ما تنساش تاخد احتياجك اليومي من الدهون الصحيه. ما ينفعش توقف دهون، يعني ما تقولش عندي دهون على الكبد فمش هاكل دهون صحيه. لا، الدهون الصحيه مهمه جدا. الدهون الصحيه زي ايه؟ زيت الزيتون، الافوكادو، مكسرات، الزبده البلدي مش الزبده المصنعه اللي موجوده في السوبر ماركت، السمنه البلدي، زيت جوز الهند، كل دي دهون صحيه. اختار حاجه انت بتحبها والتزم بيها، بس تاخد الكميه المناسبه ليك. الكميه هتكون قد ايه؟ نص جرام لكل كيلو من وزنك. اما بالنسبه للكربوهيدرات فهناخد من جرام ونص ل 2 جرام لكل كيلو من وزنك. اما بالنسبه للبروتين لو عندك اي مشكله في الكلى فمحتاجين اننا نشوف المشكله ايه عشان نقدر نحط نسبه بروتين، لان البروتين بنسبه كبيره ممكن يحمل على الكلى. ولكن انا هديك نبذه بسيطه فتقدر تاخد من جرام حتى 2 جرام لكل كيلو من وزن. ده بالنسبه للنظام الغذائي. وما تنساش تضيف في اكلك الخضروات وخصوصا البقدونس والبروكلي، ولكن بلاش نكتر من البقدونس لان البقدونس عامل زي مضرات البول، فاكله بطريقه مبالغ فيها هيخليك تدخل الحمام كتير، وبالتالي ده هيخليك تفقد فيتامين ومعادن كتير، واحنا مش عايزين كده. ناكل الحاجه باعتدال. ده بالنسبه للتغذيه. كمان هنضيف من ضمن نظامنا الغذائي ان احنا لازم نركز اننا نضيف الثوم ونضيف الكركم، لان الكركم والثوم من الحاجات اللي هتساعدك انك تقلل الالتهابات في الجسم. وممكن كمان نضيف الشاي الاخضر. نيجي على الفيتامينات اللي هتساعدنا في الموضوع ده برضه. هناخد الاوميجا 3، هناخد فيتامين اي، هناخد حاجه اسمها حليب الشوك. انا مش عارف دي موجوده في مصر ولا لا، ولكن لو مش موجوده في مصر ما تقلقش، مش هسيبك الا ما اجيب لك الحل. هتاخد حاجه اسمها سيليمارين بلس، موجوده في الصيدليه بدل حليب الشوك عشان لو ما لقيتهاش. وطبعا ما تنساش انك محتاج تمارس رياضه. مهم جدا انك تمارس رياضه من 3 ايام حد اقصى 5 ايام في الاسبوع. اقل من 3 ايام يعني مش هيكون احسن حاجه، فاقل حاجه تتمرن من 3 ايام ل5 ايام في الاسبوع كحد اقصى. وطبعا محتاجين نغير عاداتنا، زي انك تبعد عن التوتر وتبدا تغير عاداتك، وانك تنام بدري وتصحى بدري، ونومك ما يكونش اقل من 7 ساعات. وكمان هتجيب ازازه ميه 600 مللي تحط عليها معلقه خل تفاح طبيعي، خل تفاح طبيعي، وتحط عليه ليمونه وترج ده وتشربه يوميا المشروب ده معاك. لو نسبه الميه كتير ممكن تخليها 300 مللي بس، مش لازم 600 مللي. انا بس زودت لك الميه عشان لو الناس بتتضايق من حته خل التفاح والليمون والكلام ده، فكل ما بزود الميه بقلل لك احساسك بالطعم شويه. وطبعا ما تنساش ده تنبيه مهم جدا، لو عندك اي مشاكل صحيه في المعده مشروب خل التفاح والليمون ده ممنوع نهائي الا لما ترجع للدكتور. وبس كده اكون قلت لك على افضل طريقه تتخلص بيها من الدهون اللي على الكبد. ولو عندك اي استفسار اكتبه في الكومنتات، ولو استفدت بحاجه يا ريت تشير الفيديو مع صحابك. وما تنساش ان افضل حاجه انك تعملها انك دايما لما يكون عندك اي مشكله صحيه انك تلجا للدكتور. انا مش دكتور، ولكن انا هساعدك انك تعمل النظام الغذائي المناسب ليك. يعني انا هساعدك من الجانب الغذائي والرياضي. بالنسبه للعلاج بشكل مباشر لو عايز طريقه ادق الافضل انك تتابع مع دكتور، ولكن انا اديتك بروتوكول سهل عشان لو ظروفك مش احسن حاجه لحد ما تروح للدكتور يكون افضل. انما من ناحيه الجانب الرياضي والتغذيه فكل ده اختصاصي، فتقدر انك تتواصل معايا لو محتاج اني اساعدك في تنظيم
العادات وتظبيط النظام الغذائي، وكمان التمارين الرياضيه المطلوب انك تعملها بحيث انك تتخلص من المشكله. الفيديو ده متصور مخصوص لشخص طلب الموضوع ده، فانا حاولت الم كل حاجه فعلا محتاجها وتساعدك انك تتخلص من المشكله دي. سلام.